مساء الفل يا جدعان. خلي بالك لو اتفرجت على الفيديو اللي فات بتاعت العبد لله، مش اي حاجه، بس هتلاقي نفس الكلام اللي كنا بنحكي فيه بالظبط على حوار ضربات الجزاء ده هو اللي حصل في الماتش بتاع الاهلي. مساء الفل الاول، مساء الفل والهنا يا جدعان. نتكلم النهارده على حاجات كتير، على اغلبها في حته اللي انا عايز اتكلم فيها شويه، على حته تقييم ريبيرو المدير الفني. بس هنتكلم على ضربه الجزاء وعلى اداء الاهلي وعلى شفنا ازاي الحوار. بس الأول يا رب يا رب انصر أهلنا كلهم المسلمين على اللي بيحصل في الأرض، اللهم انصر كل المستضعفين وأهلنا طبعا في فلسطين واحمي مصرنا الحبيبة. يعني من غير طول كلام، لو اتفرجت على الفيديو اللي فات هتلاقيني كنت بقول لك في الفيديو ايه، واضح ان هيبقى في ضربات جزاء في البطولة دي. مش معنى كده ان في ماتشات كلها هتخلص بضربات الجزاء، بس هو واضح ان فاكتور ضربات الجزاء احنا هنوصل له كتير. يعني احنا هنقعد نجادين في الماتشات، هنقعد نشد مع الفرق اللي بنلعب معاها، روح الفانيلا الحمراء، كام لعيب الدنيا، المدرب شكل عنده اداء عنده حته. فواضح ان هنتحط في مواقف ضربات الجزاء دي. قلنا قبل كده لو احنا في كل يوم يبقى في، يا ريت يبقى في سيشن بيتعمل على حوار ضربات الجزاء ده، ويبقى موجود فيه كل فرقه انت هتلعبها عندك كده، ما يبقاش بس مين اللي بيشوط اقوى واحد وخلصنا. قلنا كل فرقه انت بتلعبها، مش عايزين نبقى بنعيد الكلام، مين الجون بتاعها بينط ازاي، دنيته ماشيه ازاي، بيصد توقع ولا بيصد موهبه، اللعيبه اللي فيها بتشوط ازاي، لو هنلعب الترتيب هيبقى عامل ازاي. لو الحوار ده كله كان موجود رقم واحد، يعني برضه مش عايز اشد على تريزيجيه، بس هو السوكسي حلو، السوكسي كان هيبقى حلو، وتريزيجيه ابننا ولعيب جامد، فصباح الفل عادي هنرفع لها القرون دي يا تريزيجيه، صباح الفل. بس هي مصلحه الفريق رقم واحد، ومفيش حد بيبقى كبير على الاهلي. فالواد يا عيني وسام قلب بيتحرق، الواد واقف بيزعل منطقة الإدارة الفنية. لقطة برضه بنت حرام، إن هم واضح إن هم مش متفقين تاني. بعدين تريزيجيه وأنا عايز أشوطها وعايز، ماشي أنت عايز تعمل مجد وأول لمسة وكانت هتبقى حلوة وكانت هتفيد الأهلي وأنت ابننا، بس ما تحصلش تاني. فلو أنت بقى عامل ترتيب ضربات الجزاء وكل ماتش لسه ترتيب ضربات الجزاء ده يتغير، ويبقى عارف انت محلل الاداء قايل لك الناس دي بتشوط ازاي، بيتصدوا ازاي، بيعملوا ازاي، الموضوع ده مهم جدا يا جدعان. تاني حاجه على ريبيرو، اولا هو ماسك الفرقه في فتره قليله قوي، فاحنا عايزين يعني انا بالنسبه لي عايز اشوف له اي كرامات، فاهم قصدي. فاللقطه انا كان بالنسبه لي امبارح وانا بتفرج على الراجل، ولا فاهم في الاداء ولا فاهم في التحليل ولا فاهم في الليله دي كلها، بس كانت اللقطه الاهلي واقف على رجله. يعني هقول لك على حاجه، كام حته كده حسستني ان في شغل مدرب، في كلام حاصل. يعني اول في الشوط الاولاني في سيروهات كان يعني بيبقى مضغوط علينا وماشي، وتحس فيه شويه عشوائيه. طبعا الدفاع فيه كام سنه كده اتظبطوا، يعني مثلا الشناوي عمره ما بيعرف يطلع بالكوره، بس الشناوي بقى بيحصل ايه، بقى بيستلم الكوره بينزل له 2 لعيبه بيرجعوا معاه ورا. فانا شفت مشكلتك وهحاول احلها، هرقع على حد ما اشوف اعملها ازاي. فدي عند المدير الفني في كذا لقطه. في الضغط دلوقتي بقى الضغط ايه، اللعيبه مش بتضغط زون ولا بتضغط مان، هو في كل مشهد لازم يبقى فيه 3 لعيبه من الاهلي موجودين حوالين اللعيب. ما بيعرفوش يضغطوا احسن حاجه في الدنيا، بس هم عاملين زحمه حوالين كل لعيب فملخبطين. يعني حسيت الموضوع هو وظف العشوائيه في لقطه قليله، وزائد ان كان في ضغطتين 3 4 بيحصلوا، تلاقي فجاه كره اتقطعت، اللمسه الثانيه ثرو، اللمسه الثانيه ثرو. فدي هو شاف الفرقه الثانيه ذاكرها كويس، بدأ يحفظ اللعيبه دنيتك. الواد امام اتصاب قلب يعني، امام انت خساره بنت حرام للاهلي، انت اللعيب الوحيد يلا، انت يعني بغض النظر زملكاوي او ايا كان، اللعيب الوحيد اللي في اللقاء اللي لما اتسالت قلت انا ما عنديش مشكله، انا وليه ما ناخدش البطوله، انت عندك الحته دي، عندك الروح دي. كانت حاجه بغض النظر هناخد البطوله ولا لا، بس كانت حاجه خلت حته مش موجوده خالص عند اللعيبه. كل الناس وكل الحاجات الطبيعيه يقول لك احنا هنروح لاحسن نقطه، هو الواد كان بيقول لك وليه ما ناخدهاش، احنا 11 وهم 11. فالحته دي نخسرها منك، يا رب ترجع بالسلامه يا امه، وباذنك يا رب هترجع احسن من الاول. و في بقى فايب طالعه على السوشيال ميديا، انا كنت يعني ما بصدقش في حوار اللجان، ما بصدقش، بس الناس اللي طالعين بقى يتكلموا عن المدير الفني وعلى بن شرقي وليه ما لعبش. بقول لكم يا جدعان، هو الراجل بياخد فلوس والراجل بيحط تاتشات والراجل بيعمل اداء، لما الدنيا تبقى ادائها غلط صباح الفل نتكلم. بس هو مش كل واحد مدير فني، مش كل واحد هيطلع نتقل على الراجل ونشوف الدنيا فيها ايه.
بس صباح ماتش خطير، كان ممكن يبقى فيه حمى البدايات. وطبعا جمهور الاهلي يا ابوي على التراس اهلاوي، يا ابوي على التراس اهلاوي يا جدعان. ويعني جمهور الاهلي مقفل ميامي، بنلعب في استاد القاهره، بدايه حلوه وبدايه مبشره بس يا ريت نظبط حوار ترتيب ضربات الجزاء ده. ويا ريت يا ريت يا ريت قريت خبر كده قبل ما اطلع اتكلم، كان بيقول محمد يوسف غرم تريزيجيه. يا ريت يبقى ده الحوار، مفيش حد كبير على الاهلي، تريزيجيه احنا هنبلعها لك. معلش يا وسام، معلش يا زيزو، معلش يا اي حد كان حقه قدام ربنا وقدام تعبه انه يشوف ضربه الجزاء. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. هتدور ولا اللقطه ولا السوكسيه وانا ابقى احسن من الفريق وانا ابقى اعمل من الفريق، ربك مش هيكرم. هتمشي بما يرضي الله، ربك هيكرم. يا مسهل باذنك يا رب الماتش الجاي تبقى الدنيا احسن.